سنة 99 أمريكا كانت داخلة تضرب يوغوسلافيا بسبب مشكلة مع الناتو في حرب كوسوفو. استخدمت سرب طيارات وزودتهم بطيارات F-117، واحدة من أكتر الطيارات سرية وتقدما وقتها. كفاية إنك تعرف إنها كانت أول طيارة تدخل الخدمة في العالم، والمفروض إنها ما تتشافش من الرادارات. لكن اللي حصل إن واحدة من الطيارات دي وهي راجعة من المهمة بعد ما أدتها بنجاح اتصادت بصاروخ أرض جو روسي قديم جدا اسمه S-125 من أيام الحرب الباردة. هتقولي إزاي يعني اتصادت؟ مش إحنا لسه بنقول انها طياره المفروض شبحيه؟ واللي ما يعرفش يعني ايه شبحيه، دي طيارات ما بتتسجلش على الرادار ما بيلقطهاش لانها بكل بساطه ملهاش بصمه حراريه. لكن الصرب كانوا مراقبين المسارات اللي بتمشي فيها الطياره دي وعرفوا يتتبعوها بالرادار، واول ما فتحت باب القنابل واسقطته ظهرت ليها البصمه الحراريه، وفعلا يضربوها وتقع الطياره، لكن الطيار الامريكي ينجو والطياره تسقط شبه سليمه نسبيا في اراضي الفلاحين الصرب. والحادثه دي خدت صيت واسع جدا في نيويورك تايمز والCNN والBBC. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا صديقي؟ انك تكون بخير. معاك احمد. هقول لك اللي اعرفه، بتكلم عن صناعه، حروب، احداث، هيكله العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا. فلو انت مهتم بالمحتوى ده ارجو انك تشترك معايا في القناه وتعمل لايك، والا نبدا حلقه النهارده. الصين بقى وقتها ما كانتش متقدمه عسكريا زي دلوقتي، بس كانت بتنتهز اي فرصه تتعلم منها وتاخد منها تكنولوجيا. واللي بيقال، ودي حاجه في ناس كتيره في الغرب جدا مقتنعين بيها، هي ان الصين وصلت لحطام الطياره، او على الاقل اخذت قطع منها من خلال انها اشترت الحطام يا اما من الفلاحين او من ضباط صرب سربوا لها قطع من الحطام. والاحتمال الاخير ان الحكومه الصربيه نفسها بشكل قانوني باعت الحطام ده للصين. المهم ان الصين قدرت تفكك الطياره وتبدا تدرس كل تفاصيلها، الخامات، الزوايا، التصميم، المواد المصه للرادار، شكل الهيكل، وكل التكنولوجيا تقريبا المستخدمه في صنع الطياره. وفي نفس الوقت كانت بتحاول تبني صناعه عسكريه حديثه خاصه بيها. فحطام الطياره ده ساعدهم في تطوير مشاريع زي الG-20 اللي دخلت الخدمه سنه 2017 والFC-31. والامريكان نفسهم قالوا في تقارير ان الطيارات دي فيها شبه واضح من تصميمات امريكيه، سواء من ناحيه الشكل او الفكره بتاعه التخفي، وان الصينيين حصلوا على حاجه المفروض ما تكونش معاهم. والفكره هنا مش ان الصين سرقت التصميم، لكنها كانت بتتعلم من كل حاجه. يعني الحطام اللي المفروض كان يتشال في سريه، الصين استفادت منه لسنين قدام. وعلشان اكون دقيق معاك، مفيش وثيقه رسميه بتقول ان الصين خدت الحطام، بس في شهادات من ناس في الجيش الصربي بتاكد، ومصادر امريكيه شكت ان التصميمات الصينيه الحديثه فيها تاثير واضح من الطيارات دي. انت نفسك بص على الطيارتين وقيم، هتلاقيهم شبه بعض بالظبط. الصين النهارده ممكن تبان انها بلد خارقه بتطلع تقنيات وطيارات وذكاء اصطناعي كانها كانت كده من اول يوم، لكن تعالى بقى اصدمك واقول لك مين اللي كان زي الصين بالظبط في يوم من الايام. عارف انت المانيا، الBM والمرسيدس والصناعه والحركات الجامده دي زمان في القرن ال19، قبل ما تبقى المانيا اللي العالم كله بيخاف من صناعتها، في وقت ما كانت انجلترا بتكسر الدنيا بالثوره الصناعيه، اول ما كانت نسيج، بخار وفحم، وفرنسا اللي دخلت بعدها بقوه وخصوصا في الصناعات الراقيه والفنون، المانيا كانت لسه مقسمه لدويلات صغيره وما فيهاش حاجه تذكر. الشعب صناعيا ما يعرفش اي حاجه، وبيبصوا لانجلترا وفرنسا كانهم المايسترو. وده خلق عندهم حاجه شبه الغيره، بس الغيره الايجابيه اللي تخليك تشتغل، مش التانيه اللي تخليك تقعد وتحسد. فالالمان قرروا يبعتوا بعثات من المهندسين والطلاب يروحوا يتعلموا كل حاجه من انجلترا وفرنسا، مش بس يتفرجوا، لا ده يخشوا جوه المصانع ويدرسوا الحاجات ويشوفوا بعينهم الالات بتصنع ايه، بتتكون نفسها من ايه، ويكتبوا كل تفصيله عن الماكينات، الانتاج، اسلوب الاداره، لدرجه ان في شركات المانيه كانت بتشتري الماكينات الانجليزيه وتفككها حته حته وتعيد تجميعها بنفسها. وده بيفكرك حرفيا باللي الصين كانت بتعمله في التسعينات واوائل الالفينات. الصين كانت طالعه من فتره جوع وبهدله، الثوره الثقافيه والقفزه الكبرى للامام كانت مخليه الشعب متاخر جدا، والفقر والجهل كانوا واخدين وضع. لكن حصل منعطف مهم لما الصين قررت تسيب الشيوعيه المقفوله شويه وتفتح نفسها على اقتصاد السوق، بس مش سوق مفتوح خالص، لا ده سوق بتتحكم فيه الدوله وبذكاء. فلما بدات الشركات الغربيه تيجي وتفتح شركاتها في الصين كانت بتحط شروط غريبه شويه بس ذكيه. يجي المستثمر الاجنبي، اهلا وسهلا مرحب بيك، بس لازم تبنوا المصنع مع شريك صيني، ولازم تنقلوا شويه من التكنولوجيا، وكمان تدربوا المهندسين بتوعنا. ودي كانت اول ضربه معلم ليهم. المهندسين الصينيين كانوا بيدخلوا المصانع الاجنبيه يتعلموا كل حاجه ويحفظوا كل تفاصيل الانتاج، وده نفس اللي الالمان عملوه مع الانجليز قبل 100 سنه. وبعدين الصين تبدا تقلد كل حاجه اتعلمتها منهم، عربيات، موبايلات، حتى ماركات الملابس. والغرب بيتريق ويقول لك الصين بتعمل منتجات مضروبه، بس الصين ما كانتش بتقلد عشان تبقى نسخه رخيصه، هي كانت بتتمرن زي ما اي لاعب قبل ما يخش مباراه بيسخن عشان يبدا يخش ويكسر الدنيا، عشان بعد شويه تبدا الصين تتفوق على الاصل. يعني مثلا زمان كانت الصين بتقلد نوكيا، فين نوكيا دلوقتي؟
دلوقتي ماتت وهواوي وسعت في العالم كله. نفس الكلام ده المانيا عملته بالظبط، كانت بتقلد الصناعه البريطانيه وبعد كام سنه بقت الصناعه الالمانيه انضف وادق. المانيا عملت طفره في الكيماويات، في الهندسه، في السلاح، لحد ما بريطانيا نفسها بقت خايفه. واللي خوفهم اكتر ان انجلترا نفسها اعترفت بكده، قالت لك احنا بنخترع لكن الالمان بينتجوا احسن مننا. ودي نفس الجمله اللي الامريكان قالوها من كام سنه على الصين ما بقتش بتقلدنا، الصين بقت بتسبقنا يا معلم. الفكره يا صديقي ان التقليد مش عيب، العيب انك تفضل تقلد وما تعرفش تطور. الصين والمانيا كان عندهم تقريبا نفس العقليه، هنقلد بس مؤقتا وبعدين نطور ثم نسبق. لكن لازم يتوفر شرط مهم، وهو ان الدوله لازم تكون فاهمه هي بتعمل ايه. يعني ما تقلدش عشان تعمل نسخه ب3 جنيه، لكن تقلد عشان تتعلم وتبقى منظومه وتدخل في عمق التكنولوجيا. الصين النهارده بتعمل كده بالظبط، لسه بتقلد وتاخد من غيرها، بس في نفس الوقت بتصرف مليارات على البحث العلمي، بتقلد مهندسين من بره وبتعلم شبابها جوه. المانيا كانت بتعمل كده من 150 سنه فاتت، ولما حطت رجلها على الطريق محدش عرف يوقفها غير بحربين عالميتين. هتقول لي تمام، بنعمل زي الدول دي ونجيب لنا آلتين 3 نفككهم ونركبهم تاني ونبقى دوله صناعيه وهلا والله بالعيال. ودي حاجه ناس كتير جدا مش فاهماها، بيقول لك ما تقلدوا يا عم الصين. طب يا عم انت فاكر ان التقليد انت بتفك لعبه وتركبها تاني وخلاص؟ الموضوع بقى معقد جدا بالذات مع التكنولوجيا الحديثه. زمان في القرن ال19 لو عندك مكنه غزل او موتور بخار ممكن تشتريه تفكه تدرسه وتقلده بالمقاسات والدوران. المساله كانت ميكانيكيه بحته والمواد واضحه والتعليم الفني كافي ان يخليك تشتغل. لكن دلوقتي تعال بقى شوف التقنيات الحديثه زي الطيارات الشبحيه مثلا، الرقائق الالكترونيه، الذكاء الصناعي. دي تقنيات فيها علم مواد وبرمجه وخوارزميات وهندسه ميكروويه ومعرفه تراكميه ضخمه جدا. يعني حتى لو معاك نموذج العمل مستحيل تكرره الا لو عندك سنين من البحث وفرق علميه فاهمه التفاصيل اللي محدش بيكتبها في الكتالوج. مثال حي مثلا طياره F-22 رابتور كابوس التقليد، ودي تعتبر اقوى طياره شبحيه امريكيه في العالم. امريكا اخترعتها في التسعينات وبدات تدخل الخدمه في 2005 تقريبا، وقف انتاجها سنه 2011 بعد ما صنعوا حوالي 180 طياره بس بسبب التكلفه الفلكيه. كل طياره بتتكلف حوالي من 150 ل 200 مليون دولار. وامريكا كانت شايفه ان بعد الحرب البارده مفيش تهديد جوي قوي للدرجه اللي تهددها وتخليها تصنع طياره بالنوع ده. بس اللي حصل بعد كده انهم بعد ما شافوا الصين بتطلع طياره الG20 وروسيا شغاله على السخوي 57 بدأوا يتكلموا انهم محتاجين يرجعوا ينتجوا الF-22 تاني او يعملوا على الاقل نسخه جديده منها. وهنا بقى كانت المفاجاه، ايه تصميم اتسرق؟ هقول لك لا يا ريت اتسرق، ده هم نفسهم ما عرفوش يقلدوها. يعني البلد اللي صنعت الطياره دي بعد كام سنه ما قدرش تقلد صناعتها مره تانيه. المهندسين اللي صمموها كتير منهم خرجوا على المعاش او اتنقلوا، خطوط الانتاج اتقفلت، التكنولوجيا اللي استخدموها ما كانتش موثقه بشكل كافي لان وقتها كانت الكاتنج ايدج واسرار عسكريه ما ينفعش انها تبقى، وبعض المكونات ما كانتش موجوده تاني ومش معروف اتعملت ازاي بالظبط. وده حصل فعلا مش كلام. الكونجرس الامريكي عمل تحقيقات ولقى ان عمليه انتاج الطياره، انتاج ايه، عمليه اعاده انتاج الطياره هتكلف مليارات الدولارات وممكن كمان تكون مستحيله من غير اعاده بناء شامله للمشروع كله. فلو امريكا نفسها مش عارفه تقلد نفسها بعد 10 سنين بس، تتخيل بقى بلد تانية حتى لو خدت النموذج هتعمل بيه ايه؟ يعني تبل وتشرب ميته. هتقولي لا يا عم ممكن تفكه وتعرف كل حاجه. هقول لك طب ازاي هتعرف تركب الطلاء الشبح اللي بيمتص الرادار؟ ازاي هتنتج المحرك النفاث؟ ازاي هتنسخ الانظمه الالكترونيه اللي بتعتمد على برمجيات واجهزه امريكيه سريه؟ ده غير ان الطيارات دي مش بس معدن وموتور، دي مليانه سنسور وتكتيكات وشبكات تواصل ومفيش دليل تشغيل بيجي معاها يقول لك هتعمل ايه. وعندك مثلا محاوله ايران تقليد طياره الRQ 170. لما ايران قدرت انها تسقط طياره تجسس امريكيه سنه 2011 قالوا انهم هيعملوا نسخه منها، وبعد ما اعلنوا عن نسخه اسمها ساقه او حاجه شبه كده انا هعرضها لك هنا، الفروقات في الاداء كانت ضخمه جدا جدا جدا، وطلعت في الاخر مجرد طياره شبيهه في الشكل مش في القدرات، لانهم ما كانوش قادرين يفهموا الالكترونيات والانظمه اللي جواها. زمان كنت تقدر تقلد بمخرطه ومهندس ومعمل، لكن دلوقتي لازم يكون عندك منظومه بحث علمي، مصانع على مستوى النانو تكنولوجي، علم مواد متطور، مهندسين عايشين مع التقنيه دي من سنين، وفهم عميق مش بس للشكل لكن للوظيفه والسياق كله. التقليد بقى عمليه علميه محتاجه لفريق دولي متكامل. اما الدول لسه بتحاول تقلد من غير ما تبني المعارف والتكنولوجيا والكوادر، بتفضل في مرحله الشكل من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. وعشان كده الصين دلوقتي قادره انها تقلد وتتفوق على اللي بتقلدهم، لانها بنت كل ده من 30 سنه فاتوا.
في اوائل الثمانينات امريكا اطلقت برنامج اسمه استراتيجيك ديفنس انتيتيف المعروف بحرب النجوم ستار وورز في محاوله لبناء شبكه دفاع فضائيه تمنع اي صاروخ نووي يوصل لامريكا. الصين بقى هنا حست انهم لازم يلحقوا بالركب ده والا الفجوه هتبدا تكبر اكتر واكتر. فالفكره جت من 4 علماء كبار عملوا رساله رسميه للدوله يقترحوا خطه استراتيجيه جديده. وانج هانج خبير البصريات، وان جان تشانج فيزيائي نووي شارك في تطوير اول قنبله ذريه وهيدروجينيه في الصين، يانج ياتشي مهندس انظمه الملاحه الفضائيه، وتشين فانجوان عالم الطاقه الراديويه في نظام الملاحه الصيني. في يوم 3 مارس 1986 كتبوا الرساله وشرحوا فيها ان الصين لازم تصحصح وتتجه لبناء التكنولوجيا الاستراتيجيه، وذكروا حرب النجوم كتحذير. وبعد يومين بس مش اكتر دينج شياو بينج بنفسه كتب ملاحظه في رساله وقال لك فيها كويك ديسيجن شود بي ميد اون ذس ماتر ويزاوت اني ديلاي، بمعنى لازم نتحرك على طول مفيش تاجيل ومفيش وقت اصلا ان احنا ناجل. ومن هنا سمى البرنامج 863 اللي وصل تمويله في اول سنه ل 10 مليار يوان صيني، حوالي 5% من ميزانيه الدوله اتحطت في المشروع ده بهدف من التقليد للاستقلال التكنولوجي. البرنامج اختار 7 مجالات استراتيجيه تركز عليهم الصين خبراتها: المعلومات والالكترونيات الدقيقه، التكنولوجيا الفضائيه، الطاقه والمواد الجديده، البيو تكنولوجيا والليزر. وبعدها في سنه 1995 اطلقت مشروع 211، وده كان اول برنامج ضخم اطلقته الحكومه الصينيه بهدف تطوير حوالي 100 جامعه علشان تخدم القرن ال21 بهدف رفع جوده التعليم الجامعي ودعم البحث العلمي وتطوير التخصصات الحيويه للصناعه زي الهندسه والطب والاتصالات. يعني ببساطه الصين قررت انها تبني جامعات تقدر تخرج جيل يشتغل في مصانع التكنولوجيا اللي هي بتعملها، مش بس جيل يبقوا موظفين عند الحكومه ويفرح بقى انا موظف وهبقى اخر الشهر. لا يا اسطى، كل ده ما يبنيش دول اصلا. اي وظيفه من ادنى وظيفه مع احترامنا ليها لاعلى مهنه اللي هي الطب، طالما بتقبض اخر الشهر وبتستنى الراتب، لا انت ولا دولتك هتعيشوا حياه كريمه. المهم ان في سنه 1998 الصين اطلقت مشروع 985 بيستهدف نخبه النخب من الجامعات. اختاروا اهم 9 جامعات صينيه وضخوا فيها مبالغ مهوله، ركزوا على الابحاث العلميه والبنيه التحتيه وجذب العلماء من الخارج، وده اللي خلق نخبه صينيه علميه قادره تطلع براءات اختراع وتشارك في المؤتمرات العالميه. والجامعات دي بعد كده بقت بتعرف باسم السي 9 ليج، دوري الجامعات الصينيه العظمى، شبه الاي في واي بتاع امريكا بس النسخه الصينيه. ومن ضمن الجامعات دي جامعه بكين، جامعه تسينغهاي، جامعه شنغهاي جاو تشونغ. الجامعات دي بقت مصنع نخب بيتخرج منها علماء ومهندسين بيروحوا يشتغلوا في شركات زي هواي وبي واي دي وتنسن، او يرجعوا من امريكا بعد ما ياخدوا الدكتوراه ويشتغلوا في مراكز ابحاث وطنيه. ونتيجه كل ده لك ان تعلم ان من 2010 لحد دلوقتي الصين بقت الدوله رقم 1 في تسجيل براءات الاختراع في العالم. يعني مثلا سنه 2023 وحدها الصين سجلت اكتر من 106 مليون براءه اختراع داخليه وحوالي 69 ألف براءة دولية حسب ال WIPO المنظمة العالمية للملكية الفكرية. الأول براءات الاختراع كانت بسيطة أو تقليد، لكن دلوقتي في قفزة في الجودة خصوصا في مجالات الاتصالات وال5G، البطاريات الكهربائية، الذكاء الاصطناعي، الكوانتم كمبيوتر. وده بيحصل بسبب ان الدولة نفسها بتدي حوافز مالية ضخمة لأي جامعة أو شركة تسجل براءات اختراع مهمة. وعلشان كل ده ما يبقاش مجرد أوراق اختراع وخلاص، الصين استرجعت علمائها من الخارج بإغراءات مالية وسكن ومعاشات زي برنامج ال1000 موهبة اللي جذب آلاف الباحثين من أمريكا والدول الأوروبية، خلت الشركات ملزمة انها تصرف على البحث العلمي مش بس إنتاج، وعملت تحالفات بين الجامعات والمصانع، فأصبح الباحث بيحصل على فرصة انه يشتغل على مشروع حقيقي بإيده، مش مجرد انه بيسجل أو يعمل حاجة وخلاص. لا، ده أنا هنا بجرب بإيدي وبشوف بعيني وبطلع براءات اختراع أسرع وأسرع. وده بالنسبة لك أنت كمتفرج على الصين يعني لك إيه؟ يعني لما تشوف الصين بتطلع طيارة شبحية أو سوبر كمبيوتر بينافس جوجل وشات جي بي تي وديب سيك والحاجات دي كلها، ما تستغربش ولا تقول دي عملتها ازاي دي؟ الصين اللي 100.5 مليار بني ادم عملوها ازاي؟ هم لاقيين ياكلوا اصلا لما بيخترعوا كل الحاجات دي؟ هقول لك ان كل اللي بيعملوه ده وراه تعليم حقيقي نخبوي وخطه قوميه من سنه 86 للبحث العلمي وفلوس واستثمارات مستمره، سياسه استرجاع العقول، دعم حكومي لكل اللي بيفكر. وده كل ما حصلش بالحظ ولا بالسرعه، دي شغلانه بدات من الثمانينات وخدت وقت وصبر وجهد وعلم ومجهود، واهم حاجه وعي من الدوله نفسها ومن الناس اللي بيشتغلوا بصمت. اما بقى يا صديقي لو جينا نبص على نفسنا هنلاقي ان المشكله مش في التقليد، احنا احيانا بنقلد اكتر من اللازم، بس كل ده بيبقى سطحي من بره بس. الصين لما بدات في الثمانينات اعتمدت على خطط خمسيه، وكل 10 سنين وكل 20 سنه يقيموا هم عملوا ايه، اللي يلاقوا فيه نفع يبقوه واللي ملوش لازمه قوي يمشوه. احنا بقى كل حكومه تيجي تمسح اللي قبلها وتبدا من الصفر. ده خلي بالك ان كان في صفر اصلا نبدا من عنده. احنا في الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه
تحت الصفر حرفيا. ده غير التعليم التعبان والفلوس اللي مش بتروح في مكانها وغياب ثقافه التصنيع من عقل الشعوب نفسها. يعني مثلا ما تلاقيش واحد كده من نفسه اخترع لك حاجه في البيت حتى لو كانت بسيطه. وقله الصبر بقى عندنا ما اقولكش عليها، ان المكنه ما طلعتش قماش بدري بدري ارميها حتى لو كانت شغاله. وعشان تنجح ما ينفعش خالص الطرق اللي احنا بنعملها دي. بص يا صديقي، الصين ما بداتش عبقريه ولا كان عندها ناس اذكى مننا، بالعكس كانت بتقلد وتشتري وتتفرج. بس الفرق انها كانت بتتعلم وهي بتتفرج وهي بتقلد، بتبني خطه وهي بتشتري، عارفه من الاخر هي عايزه توصل لفين بالظبط. احنا محتاجين نبدا من الاول، نفهم ان التقليد مش عيب، العيب انك تفضل تقلد طول عمرك من غير ما تطور ولا تفهم انت بتعمل ايه. ده ان ما كنتش ما بتقلدش اصلا وبتشتري وبتريح دماغك. احنا لو مشينا صح مش مستبعد ان احنا نلحق بيهم، بس محتاجين شغل وصبر ورجاله بجد عايزه تعمل حاجه. وبكده يا صديقي كنت نهيت معاك حلقه النهارده، ارجو انك تكون استمتعت واستفدت. كان معاك احمد، سلام.